وزير التربية والتعليم بيصدر 5 قرارات عاجلة بشأن الغياب ودرجات الامتحانات. تعالوا نتعرف عليها عشان الناس اللي بتسأل هل الغياب هيترفع والكلام ده كله ليس له أي أساس من الصحة. تعالوا نشوف. أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تعليمات عاجلة للمدارس لضمان انتظام الدراسة بعد العودة. ضرورة رصد الغياب والحضور، الالتزام بالمعايير الواضحة في تقييم أداء الطلاب لضمان تحقيق العدالة والمساواة بينهم. إعطاء كل طالب حقه في التقييمات والامتحانات وتسجيل الدرجات بشفافية ودقة. ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للتعلم. متابعة أداء الطلاب وتقديم الدعم اللازم لضمان التحصيل الدراسي الجيد. وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الحفاظ على مصلحة الطالب كأولوية قصوى. وضح أن تطبيق هذه التعليمات يسهم في تحسين جودة التعليم ويعزز من بيئة التعلم. وكمان وزير التربية والتعليم أجرى جولة تفقدية في المدارس في بعض جدول امتحانات شهر إبريل 2025. الناس اللي بتسأل وتقول خلاص مفيش امتحانات لأن امتحانات آخر السنة قربت فهيدمجوا ده في ده، الكلام ده كله غير صحيح تماما وليس له أي أساس من الصحة. طالما قرار ما خرجش من وزارة التربية والتعليم ما تمشوش ورا اللي بيقال على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك لأنه كله كلام ليس له أي أساس من الصحة. عايزة أقول لكم امتحانات الترم التاني فيها لازم امتحانين شهر وامتحان آخر السنة. دي قرارات وزارية ما ينفعش إن هي تلغى. ونفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال على إن هيتلغى امتحانات الشهر. طيب من المقرر إن يكون جدول امتحانات شهر إبريل في 23 إبريل الجاري يوم الأربعاء. دي محافظة اسكندرية نزلت القرار أو نزلت جدول الامتحانات. ووزير التربية والتعليم أو المتحدث الرسمي لوزير التربية والتعليم قال إن امتحانات شهر إبريل هتكون خاص بكل إدارة تعليمية هي اللي تحدد مواعيد جدولها.